الرجالة نوعين، واحد ذكي وبيفهم والتاني غبي بيصنف الستات حسب الشكل والتجاعيد. يعني مثلا من كام يوم كنت واقفة بشتري عصير، لقيت واحد زي الشحط بيقول لي: يا طنط معاكي فكة؟ طنط في عينك يا عديم النظر، ده أنا لابسة ومتشيكة وشكلي يدوب في ال30 من عمري. يعني من الآخر شكلي ما يجيبش على طنط دي خالص. وبعدها بيومين كنت في مول من المولات، لقيت واحد محترم كده بيقول لي بمنتهى الذوق: يا أنسة الحقي الكارت ده وقع مني. أنا حرفيا قلبي رفرف من الفرح وعيوني لمعت كده، وكان هين عليا أقول له: أنت عايش معانا على الأرض ولا نازل من كوكب تاني؟ يعني لما تلاقي واحدة أكبر منك بشويتين اوعى اوعى تقول لها يا حاجة أو يا طنط، خلي عندك ذوق. بقول لكم بأمانة، كلمة يا طنط دي بتوجع قوي. الست ممكن تطلع من البيت حاسة انها ياسمين صبري في اعلان المجوهرات، اما تسمع كلمة يا طنط بتتحول في ثانية لأم محمود اللي بتبيع جبنة في السوق. فنصيحة لأي راجل محترم: لو مش قادر تقول يا آنسة قول حضرتك، ولو حضرتك تقيلة على لسانك اسكت خالص وما تنطقش بأي حاجة، وسيبنا عايشين الحالة ونحس اننا لسه صغيرين والعمر مجرد رقم. كفاية علينا الحياة اللي بتجلد فينا، ما تجيش انت وتخلص علينا بكلامك. قال يا طنط قال، يعني بدل ما تقول لست كبيرة يا طنط وتكبسها وتسد نفسها عن الحياة، قول لها يا أنسة وخلي يومها يبقى سعيد. وانت هتخسر ايه؟ بالعكس دي الملاف السعد.